نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تحية لكل من يشاهد الفيديو. كأيها مواطن عادي ممكن نفهم شوية في كرة القدم، يعني نتصفح مرات في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى اليوتيوب، فنلقى أسطورة كرة القدم التونسية حاتم الطرابلسي، واحد من أساطير كرة القدم التونسية. حاتم الطرابلسي يحكي على النهضة متاع الكرة المغربية. كرة القدم المغربية وقت سمعت الملاحظات المهمة للأسطورة حاتم الطرابلسي، حقيقة أهم ملاحظة ممكن نجمو احنا نستخلصوها من كرة القدم المغربية هي كيف أنه عندك مواهب في البلاد واستغليتك المواهب هذيك باش انت حققت الألقاب والتطور اللي قاعدين نشوفوا فيه لكرة القدم المغربية. احنا من نفقوش يعني نحكيو الحاجات اللي نشوفوا فيها على أرض الواقع. أولا تحية لكل الشعب المغربي ولكل من يشاهد هذا الفيديو، وأنا ما عندي حتى مشكلة مع حتى واحد مغربي أو أي إنسان يتفرج في الفيديو هذايا. بالعكس، أنتم إخواننا وعلى العين وعلى الرأس. قديش من مرة شجعت المنتخب المغربي. كرة القدم المغربية متعة كي تتشاهدها. أنا منهم مرة نتفرج على ماتش ما بين عام 2013-2014 حاجة كيما هكا، نتفرج على مباراة المغرب هي والإرجواي، مباراة ودية تلعبت في ملعب أكادير. لو الإخوة المغاربة يذكروني، وقت خسارة وقت صحيح 1-0، لكن الكورة راهي مرات ما حاجتكش انك تشوف اهداف بقدر ما انك حاجتك انك تشوف لعب جميل. الكورة المغربية كرة قدم برازيلية بحق. يودي تشوف كيفاش يتعدى حمد الله ولا الأحمدي ولا نسيت اللاعب الآخر، نادر المياغري، لما حال الحارس، لما حال هو حارس كبير حابين ولا كرهنا، لكن جت فترة نوعا ما يغلط برشا وكانت مباراة عالمية. الكاليتي عند المغاربة موجودة والتخطيط موجود. حازوا على كأس إفريقيا الموسم الفارط للفئات السنية، يخططوا باش يهزوا كأس إفريقيا للأكابر. حائز على برونزية الأولمبياد، وهذا تاريخ سوف يبقى في تاريخ وفي جعبة المنتخب المغربي. حبينا ولا كرهنا، المنتخب المغربي منتخب صحيح في القارة الإفريقية ولكن بمستوى أوروبي. شبيك الخط الأمامي الصغير ودياز واللاعب العين الإماراتي رحيمي، الحارس المتألق بونو. الفريق واصل لنصف نهائي كأس العالم. يعني احنا كي نحبوا نشوفوا المستوى هذاي، علاش يعني ولا المنتخب المغربي هالقوة هذه؟ فما تخطيط، فما استثمار في المواهب، استثمار في المواهب الموجودة، القارة الموجودة في الدوري المغربي، والموجودة زادة في المهجر في هولندا وفرنسا وغير ذلك. المنتخب المغربي للمحليين زوز شان ورا بعضهم هزوا. هذا هو المنتوج متاع البطولة المغربية. الوداد البيضاوي
بطل إفريقيا 2017 على ما أعتقد، في 2021 على ما أعتقد هكا كان. صدقني ربي، لأن المعلومات ما نستحضرهاش. والرجاء البيضاوي وقت مع فوزي البنزرتي في نهائي كأس العالم للأندية، والمباراة الشهيرة أمام بايرن ميونخ. الكرة المغربية معروفة إنها دائما كرة جميلة، كرة الفنيات، كرة التألق أمام الفرق الكبيرة الأوروبية. لكن العيب اللي شفناه في كأس إفريقيا الفارطة هي وأنه المنتخب المغربي جاي لكأس إفريقيا وهو يعني في أدمغة اللاعبين أنه احنا رابع العالم، أنه احنا منتخب فزنا على البرتغال وإسبانيا وعملناهم الكل. مش تكيدنا كأس إفريقيا الأمور تختلف. كأس إفريقيا مش على البساط فقط، كأس إفريقيا بالحكام، كأس إفريقيا بالأجواء الطبيعية وبالرطوبة العالية، كأس إفريقيا باللاعبين اللي يلعبوا ضدك، أجسام، قوة جسمانية كبيرة. أنت تسمى في النصف، في الربع نهائي لعبت ضد، أو الثمن نهائي، الربع نهائي لعبت ضد ماميلودي سان داونز، فازوا 2-0 عليك. إذا فأنت منتخب يعني ما لقيتش التوليفة الملائمة أنك تنجم تلعب في أفريقيا. لازم المنتخب مع اكتساب يعني نشوف التصفيات ونتبع في المنتخب المغربي قاعد يلعب بشكل ممتاز، لكن الملاحظة الوحيدة أنه هو قاعد يلعب في المغرب. لازم يهبط لل 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 للأدغال أفريقيا، ويلعب في الكوت ديفوار، ويلعب في البريسيون والضغط العالي، ويلعب في الكونغو الديمقراطية فك السخانة وكل العشب الاصطناعي. لازم يشوف أفريقيا بصفة عامة وأدغال أفريقيا ويلعب، ونشوفوه المستوى الحقيقي متاع المنتخب المغربي. أما أنك تلعب في أكادير والرباط فالأمور تختلف شوي. المنتخب المغربي منتخب ممتاز، يعجبني برشا، منتخب على أعلى مستوى. نتمنى له كل التوفيق. بالعكس، كأس العالم 2022 ذكرى عالمية حقيقة للمشاهدين الكل، خاصة احنا كتوانسة. بعد للأسف ما خرج منتخبنا الوطني، ولينا نتبعوا في المنتخب المغربي، يعني ربع النهائي نصف النهائي بجوارحنا. أصل كنا نحب المنتخب المغربي يوصل للنهائي كأس العالم، وحتى مش حتى يدها، أصل نحبوه يدها. لكن للأسف يعني وقتها جواد اليميق، وقتها الكرة على العارضة للأسف. نتمنى المنتخب المغربي يكون في المستوى، وإن شاء الله الدربيات الصحيحة ترجع على أعلى مستوى. المنتخب المغربي يلعب ضد المنتخب التونسي، ويبدأ المنتخب التونسي شاد روح وراكز ويلعب ضده. وقت احنا خلينا نكون واقعيين شوية، وقت اللي نلعب ضد المغرب خاصة في السنوات الأخرى نفوزوا عليهم الحقيقة نتاع ربي. لكن ما نحبش انه المنتخب الجماهير اللي قاعدة تتفرج عليه نستهزأ ولا كذا. كل الاحترام والتقدير، بالعكس نحترم كل الفئات، وبالعكس ما عندي حتى كره لأي دولة ولأي شعب. احترم كل الناس. نتمنى انه المنتخبات المغاربية تكون في المستوى. وطبعا كأس إفريقيا القادمة ستكون كأس إفريقيا قوية حقيقة في 2025 بتنظيم عالي المستوى. هذا نبصم عليه بالعشرة للمغرب. نتمناها تكون كأس إفريقيا ممتازة، ويكون نصف النهائي فيه 3 منتخبات مغاربية إن شاء الله. لما لا؟ كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبات المغاربية، وإن شاء الله نكون في 2025
احنا كمنتخب تونسي نكونوا جاهزين، لما لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.